كمان الوهم اللي كان موجود عند جمال اسمه وهم التفوق. هو مفكر ان هو اذكى من المدرب، اذكى من المدير، اذكى من زمايله، اذكى من المنظمه، اذكى من النظام. هو يقدر يعدل النظام، والنظام لازم يتغير. طول الوقت النظام يتغير، لكن احنا ما بنمشيش على النظام. طول ما في مشكله في الشغل او طول ما في حد مش ماشي مع القانون، يبقى القانون بيتغير، مش ان القانون يتطبق بقوه المدير القائد. فالشخص ده بيكون دايما مبالغ في قدراته، وما عندوش خبره حقيقيه او اختبارات للضغط حقيقيه يقدر ان هو من خلالها يمارس مهمته كقائد بشكل سليم. وللاسف الشخص ده بيلجأ ان هو يمنع التعلم، لان هو يتمنى ويحب ان هو يكون الافضل في فريقه، وما يحبش يكون حد تاني احسن منه او عنده قدرة اقوى منه، لان هو ينمو بضعف وينمو بضعف فريقه عمره ما هيكون قوي، لان هو وجوده في هذا المكان بسبب ضعف فريقه. لو احد اعضاء فريقه اقوى منه هيشكل تهديد كبير جدا على مكانه.